الطفل ده وهو بيلعب بيخبط في الحله اللي بتغلي وبتقع عليه، والطفل بيفضل يصرخ جامد. وفي واحده بتعدي من قدام البيت وبتسمع صوت طفل عمال يعيط بطريقه شديده وكانه بيموت، بس بتلاقي ان الباب مقفول وبتحاول تفتحه بس ما بتعرفش، وبتكون ذكيه وبتلاقي موتوسيكل قدامها وفي حبل، فبتاخد الحبل ده وبتحطه في الباب والناحيه التانيه في المكنه، وبتركب المكنه وبتمشي بيه لحد ما بتقدر تكسر باب البيت، وبتجري بسرعه على البيت. واول ما بتدخل بتلاقي طفل واقع على الارض والميه المغليه واقعه عليه، وفورا بتاخده على المستشفى. وام الطفل بتنزل من عربيه حبيبها وبيظهر انها سكرانه ومش قادره حتى تمشي. واول ما بتدخل بتلاقي الاكل اللي سخنته وقع وابنها مش موجود، وبتفضل تصرخ على ابنها ومش عارفه هو راح فين. والست اللي انقذت الطفل بتقرر تربي هي الطفل احسن من امه المهمله. والام فورا بتبلغ البوليس ان ابنها مختفي، وبينزلوا الشارع وبيحطوا صور الطفل في كل مكان. وفي واحده وهي ماشيه بتاخد الورقه اللي متعلقه واتصدمت لما شافت الطفل، عشان بيطلع ان دي الممرضه اللي كانت بتعالج الطفل، وبتعرف ان الست اللي كانت معاها دي مش امه. وفورا اتصل بالبوليس وبتقول لهم ان الطفل قدامي اهو والست اللي جابته معاه. والبوليس بيقول لها قال من دي هتكون عندك. والبوليس بيتصل على ام الطفل، وبعد شويه بيروحوا هم الثلاثه عندها، والبوليس بيقول لها سلمي الطفل، بس بترفض وبتقول دي امه ما تستاهلوش عشان هي مهمله، سايبه له وحدها في البيت ومولعه على الاكل. ولما بترفض اكتر البوليس بيضطر انه يقبض عليها. هل شايف مين معها ام الطفل ولا الست العجوزه؟